السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، نصب جديد مع شركة نيتروين. إليكم هذا الفيديو عن شركة نيتروين إن شاء الله في هذا الكوتش نبيل في قناة الكوتش نبيل. غادي نشاهدوا إن شاء الله هذا الفيديو إن شاء الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأخوات الكرام، نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. معكم رشيد المؤسس ديال المشروع ديال نوتروي. المشروع يعني راه بسيط وسهل، ما فيش شي حاجه اللي هي معقده. هذا المشروع هذا درناه الحمد لله عن طريق المجموعه ديال التجارب اللي هي دوزناها سابقا. المشروع مجموعة ديال النصب والاحتيال اللي دوزناها من بعدها من قبلها، داكشي خصك تقول. ديناه بواحد الروح ديال الجماعه، يعني كنتكلموا على ان الربح كيكون للجميع والاستفاده للجميع. هذا المشروع ما كتعتبرش يعني واحد يعني قائد على واحد شخص اخر او لا. واحد المشروع هذا هو الاساسي، وغينبثقوا منه بزاف ديال المشاريع الاخرى اللي ممكن تستفد منها. من بين هذا المشاريع اللي ممكن انك تستفد منها اللي هي المشاريع الخاصه بالتجاره الالكترونيه والتسويق، وهذا يعني راه نطرقوا ليه يعني عما قريب ان شاء الله. زائد ان غتكون مشاريع اخرى هي متعلقه بالعملات الرقميه ومتعلقه بالمجال ديال التكنولوجيا والمجال. شوف الاخوان، الشركه ما مرخصه، ما موثقه، ما مسجله في سجل تجاري، ما مسجله في حتى شي حاجه، وقال لك غيدير عمله الكترونيه. سمعوا الكلاخ المبين. شوف، سمعوا النصاب اش كيقول ديال البلوكتشين. دونك ممكن انك تستافد كلشي من هاد الخدمات هذه فقط ديالك مع شركه، واحد الداشبورد خاص بك كتشوف فيه جميع الامور اللي هي حاليه، سواء فيما يتعلق بالتسويق او اللي هي غتكون مستقبليه فيما يلي يعني لباقي الخدمات. زائد انك كتستافد من مجموعه ديال الامور اللي هي غتطرح، لان المشروع فيه بزاف ديال المشاريع، بحال كما تنقولوا واحد المشروع هذا هو الاساسي، وغينبثقوا منه بزاف ديال المشاريع الاخرى اللي ممكن تستافد منها. من بين هذا المشاريع اللي ممكن انك تستافد منها اللي هي المشاريع الخاصه بالتجاره الالكترونيه والتسويق، وهذا يعني راه نطرقوا ليه يعني عما قريب ان شاء الله. زائد ان غتكون مشاريع اخرى هي متعلقه بالعملات الرقميه ومتعلقه بالمجال ديال التكنولوجيا والمجال ديال البلوكتشين. دونك ممكن انك تستافد كلشي من هاد الخدمات هذه فقط بديك 100 درهم اللي دفعت انت مره واحده. يعني هذاك الشيء اللي غتستافد راه ديجا هو اكبر بكثير من. بالنسبه للاخوان كيكذبوا على الناس، كيقول لهم نظام البلوكشين راه الشرح ديالو باين. البلوكشين كيتبرى منكم النصابه، كيتبرى منكم. هذيك 100 درهم اللي انت غادي تدفعها، نعطيكم غير مثال بسيط. مثلا بغيت غير تفتح متجر الكتروني او لا تبدا تجاره نسبه ديال الربح، يعني حنا الربح ديالنا هو بحال الربح ديالك، هو بحال الربح ديال داك الشخص اخر، على حسب الخدمه ديالك، على حسب المستوى اللي انت وصلت ليه. علاش؟ لان هاد 100 درهم هادي اللي انت كتدفع فهي كنوزعوا حنا فيها 100%. يعني ماشي مثلا كنوزعوا منها 90 درهم وكتبقى لنا حنا مثلا ولو غير 10 درهم، كنوزعوا 100 درهم. شوف على النفاق هنايا، قال لك هو ما كياخذ والو من هذه المنصه، دايرها في سبيل الله، ودرتيها باش تنصب على عباد الله، تكذب عليهم 100%. تقول لي فوالا علاش غتوزعوا 100%؟ واش نتوما درتوا على المشروع هذا باش ما تربحوش منه؟ اولا ماشي ما نربحوش منه، وانما غنربحوا في الامور اللي هي جايه. الامور اللي هي جايه غيكون من طبيعه الحال الانسان عنده، وانما الامور اللي هي جايه غادي نصبوا عليكم فيها ان شاء الله. داكشي اللي غيقول لكم. انا غير كنشرح لكم ما تحت السطور. دابا هو كيوجد لكم الفراش ب10 دولار، غادي تدخلوا ومن بعد غادي تحطوا فلوسكم، ومن بعد من هنا لقدام غادي ينصب عليكم ملايين الفلوس الكثيره. غير دابا 10 دولار غادي بها شويه باش يثبتكم. سمعوا التسويق العالمي، سمعوا واحد شويه ديال الربح. الشركه عاوتاني عندها اولا المشروع عنده واحد شويه ديال الربح، باش هكا كتكون الامور يعني عادله. حاليا هذا موضوع كتشجيع للشركاء باش انهم يخدموا ويوصلوا لواحد المستويات اللي كبيره ويحققوا يعني واحد الارباح، وايضا يقدروا يعني يبنيوا الفرق ديالهم اللي يخدموا معها، سواء بالنسبه للتسويق سواء يعني في باقي المجالات. ممكن تسجل عدد غير محدود من الشركاء. الطريقه ديال الربح راه سهله وبسيطه. عندكم 10 ديال المستويات، المستوى ديال 10 دولار، ثم كاين ديال 20 40 80 160، كل مره كتمشي فوا جوج حتى المستوى ديال 10 ديال المليون و240 دولار. فوالا دوك راه هنا الامر بسيط. زائد انك ابتداء ملي كتفتح واحد المستوى ديال 620 640 دولار او لا 1200 او لا
هاد المستويات هادو كتستافد واحد الراتب شهري لمده 3 سنوات. غيقول لك الانسان واش هادشي منطقي؟ نعم منطقي في حاله ما فتحت هذا المستوى هذا. ولكن باش تفتح هذا المستوى راه لازم يكون عندك على الاقل 3 ديال الشركاء في المستوى اللي قبل اللي هو ديال 320. لان راه السيستم درنا واحد النظام اللي هو عادل، ولو كان عندك غير واحد شخص ولا جوج لا ممكن انك يعني تكبر المستوى ديالك، ولكن المفروض ان يكون عندك على الاقل 3 شركاء. هذيك 100 درهم ديالو، لكن فين كتمشي هذيك 100 درهم ديال هذا الشخص الثاني والثالث؟ هذيك 100 درهم ديال هذا الشخص كتجي عندك. شتو الهرم الاخوان؟ شتو اشنو كنقول لكم؟ تفرجوا في هذا الفيديو مزيان وتاكدوا بان هذا الشخص بغى ينصب عليكم بطريقه او طريقه اخرى. هو المنصه ديالو وهميه، ما مسجلاش، ما موثقاش، ما مسجلش في بنك المغرب، ما مسجلش في السجل التجاري. المنصه وهميه، جاي باش ينصب عليكم باش يثبتكم بحال الشركه ديال الدي ام سات. عقلتوا دوك الايامات باش كنت كننصحكم في الدي ام سات كنقول لكم راه غتنصب عليكم، وقلتوا لا راه كنتسجلوا غير بمبلغ مالي وكنديروا الايميليم. هذا راه ما كيدير الايميليم هنايا في هذه الشركه الاولانيه ديالو، راه داير شركات اخرين باش ينصب على الناس. وهنا كيهضر على الشرح، واحد الشرح اخر في الشركه عندها واحد الشرح اخر لا علاقه بالموضوع. كيهضر على البلوكشين وهو ما قادش على البلوكشين، ما قادش على العمله الالكترونيه، ما قاد على والو، كينصب على الناس. وملي كتقول لي فين هي الشركه، فين هي الوثيق ديالها، كيقول لك لا راه عندي غير مقاوله ذاتيه. هاد الشخص صاحب الشركه اسمه رشيد، هو شخص نصاب كينصب على الناس وكيحتال على العيالات. المهم انا جيت ننصحكم عاوتاني باش ما تقولوش لي ما نصحتكمش، ما قلتش لكم راه الشركه ديال نيتروينا شركه نصابه. انا نصحتكم وعلى رقبتكم اي واحد يتسجل فيها ويجيب ناس ويتم النصب عليهم. ما تجيوش عاوتاني تبداو تبكيو في المجموعات بحال المجموعه ديال ايفانتا اللي تم النصب على الناس، خديجه نصبات على الناس، بدر دا 15 مليار وهرب، هذاك اخر دا 30 مليون وهرب، مول الدائم صادره في الحبس كياكل عديس. هاد الناس يا اخوان خصنا نحاربوهم بكل قوه، بكل ما نملك، في التواصل الاجتماعي، في اليوتيوب، في التيك توك. هاد الناس راه نصابه، هادو هما اللي كيخربوا البلاد. واش نتوما بغيتو تخربوا البلاد؟ واش نتوما بغيتو تخربوا المغرب ديالكم؟ هادو الناس هما اللي كيسرقوا العمله الصحبه.